السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، عساكم بخير. النهاردة جايين نتكلم عن موضوع شائك شوية أو كتير سألوني فيه. طبعا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ورجعنا نصور لكم تاني من المكتب. الموضوع الأسعار رايحة لحد فين، وإيه الصح وإيه الغلط، وهل نشتري ولا ما نشتريش، وإيه اللي بيتم بالظبط. يلا بينا تعالوا نعرف هنتكلم عن إيه النهاردة. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، رمضان كريم. شكرا جزيلا، تمينا 15,000 مشترك. يا رب دايما مكملين مع بعض وفي أحسن حال، ونستمر فيما نقدمه لكم من معلومات تفيدكم إن شاء الله. كتير سألوني إيه رأيك في اللي بيحصل، يعني بعد مواقف حصلت إن حد سألني إحنا كنا شاريين من شركة من سنة أو سنتين، والنهارده كلمونا وقالوا لنا مش هينفع نبني ولا هنكمل إلا لما زودوا لنا الأسعار المتر، وفي ناس طلبت 2000 جنيه زيادة في المتر، وفي ناس طلبت أكتر. ناس تانية بتسألني إيه الموضوع، ايه اللي هيتم. يعني بعض متابعيني بيسالوني هل الشركات اللي احنا اشترينا منها تلتزم معانا ولا مش هتلتزم معانا. طبعا كل الكلام تم نتيجه ايه؟ سنه 2022 في بدايتها كان ممكن تشتري بسعر متر 7000 جنيه و7500 جنيه و8000 جنيه، واحسن موقع كان 8500 جنيه، وبدا يتزايد لحد ما وصل كان اقصى حاجه مع نهايه 2020 9000 جنيه المتر، واللي كان بيبيع ب 9000 جنيه المتر كان بيقولوا عليه غالي جدا. اذا في 22 كان ستارت السعر من 7000 جنيه لحد 9000 جنيه، وكان طبعا الشركات حاسبه التضخم، وكانوا حاسبين فرق الاسعار، وكانوا عاملين الريسك ان هم هيسلموا كمان سنتين وثلاث سنين، فكانوا بيحسبوا الاسعار على سعر الحديد اللي المفروض هيكون فيه الزياده المنطقيه او الطبيعيه كمان 3 سنين، مش في نفس الوقت. اي شركه قويه او عندها معايير او حاسبها صح بتحسب الموضوع بالشكل وبتعمل معامل المخاطر او معامل الخطر، بحيث ان هي في الاخر تسلم الناس وتلتزم بالكلام اللي هي قالت عليه. سنه 23 ومع البداية ومع اللي بيحصل بفرق مش طبيعي من سعر الحديد 19000 جنيه و20000 ماكسيمم، اللي هو بدأ يعلى بالتدريج لحد ما وصل ل 40 و41000 جنيه. الموضوع اللي أدى إلى التخبط الشديد جدا جدا في السوق العقاري، مما أدى الناس فكرت بأكتر من شكل وبأكتر من طريقة. في ناس يعني قدرت كمان السعر في أول 2023 كان أدنى حد أو أدنى شركة ممكن تبيع في أول 2023 9500 جنيه، لحد ما وصل. أنا بكلمكم طبعا عن منطقة زي بيت الوطن لأن دي الغالبية اللي احنا بنشتغل عليها، فالمثل بيضرب بيها. وطبعا بكلمكم على حاجة تحت الإنشاء تقسيط على 5 سنين، لأن ده معظم البيع. الريسيل حاجة والحاجات اللي تحت الإنشاء حاجة، لأن أنت الحاجة اللي تحت الإنشاء بتتبني بعد فترة، بتقسط على مدة، ومعيارها هو القيمة اللي بتستلمها منك الشركة وقت ما بتسلمك الشقة، اللي هم بيقولوا عليها من 65 ل 70%، ان انت المفروض تكون وصلت من ثمن الشقة وانت بتستلمها من 65 ل 70%. طب انت بتستلمها امتى؟ بعد 3 سنين. في الغالب كل عقود مكتوبة بالشكل ده. طيب النهارده ايه اللي بيتم؟ النهارده ان كان الستارت في 2023 كان تاني عن منطقة بيت الوطن اول 9500 جنيه لحد 14000 جنيه حسب الموقع وتميزه واسم الشركة وقوتها وقوة تشطيبها وما الى ذلك. وكان الكلام كمان مع البداية الحديد كان لسه ب 29000 و 28000، والكلام ده هو زاد في الأسبوعين اللي فاتوا للقصة اللي وصلته لل 40000 جنيه. طبعا المنطقية في الأمر عادت مش طبيعية، يعني الناس اللي بانية بالفعل ومخلصة فدولت مشاكلهم مش هتكون كتيرة ولا كبيرة زي مناطق الأندلس أو مناطق اللوتس. هم بيعلوا زي الأسعار وكل حاجة بتعلى، لكن هو في الآخر ما خسرش خسارة كبيرة، لأن هو باني أيام كانت التكلفة مثلا ممكن تكون واقفة عليه ب 6000 جنيه المتر، وبالتالي أو 5000 جنيه المتر كمان، وبالتالي ما كانش عنده مشكلة في البيع. فاي حاجه هيبيعها زياده هو بيبيعها مكسب، او على الاقل ما حدش فلوس من جيبه، بس هو لازم يبيعها زياده عشان خاطر لما يحط في حاجه جديده. لكن اللي بيبني جديد هو ده المشكله والازمه. وصلنا وشفنا ان شركه اعمار وانتشر في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت ان هي نزلت ان هي عايزه تبيع بالدولار. الاقساط المتبقيه عايزين يحطوا ليميت معين لقيمه الدولار، لو زادت عنه يبقى الاقساط المتبقيه ما تزيدش عنه. بس هل البند هيكون قانوني في العقود؟ مش عارف، اعتقد ان هو هيبقى مش قانوني في العقود لو تم. طب ايه البدائل الثانيه؟ انا فوجئت ان حد بيبعت لي امبارح بيقول لي انا بشتري من الشركه دي عندها موقع في الحي السابع وناصيه وكل الكلام ده، وفي الاخر بكام يا عم المتر؟ اصل ديت حاجه اسمها اتحاد ملاك. بكام؟ قال لي ب 7000 جنيه. يا عم اذا كان المتر النهارده بيتكلف 8000 جنيه النهارده، لو بنى النهارده حالا 8000 جنيه وممكن ازيد توصل ل 8 ونص، ازاي هيديك هو وقسط وب 7000 جنيه؟ الكلام ده مش مظبوط. هو طبعا في بند بيتكتب في عقود اتحاد الملاك ان هو بيأمن نفسه فيه، واعتقد ان هو ده اللي ممكن يبقى
اقرب للي ممكن الشركات تفكر فيه او تشوف ايه اللي ممكن يتم يعني. وطبعا انتوا ما تنسوش ان في بند مكتوب اللي هي الظروف القهريه او الضرورات. يعني المشكله ان السعر لما بيتحدد بقيمه ثابته، وليكن ان المتر 10000 جنيه مثلا عشان نسهلها ونبسطها، بعد ما يبقى 10000 جنيه انت بتدفع الشقه مثلا ب 2 مليون جنيه، متر ب 10000 جنيه، انت بتدفع 25% اللي هو 500000 جنيه، بيبقى عليك كام؟ مليون ونص. المليون ونص دولت انت مش بتدفعهم بقى على الثلاث اربع سنين بقيمتهم، هيفضلوا مليون ونص بقيمه ما انت اشتريت. المليون ونص دولت قيمتهم هتقل جدا مع الوقت لان قيمه الجنيه نفسه بتقل، وبالتالي المليون ونص مش هيوصلوا بقيمه المليون ونص. المليون ونص ممكن يوصلوا لقيمه مليون جنيه بس. ده ليه؟ لان يعني اسهلها لكم، لو حد بيدفع بالدولار مثلا او باي عمله ثانيه القسط بتاعه 5000 دولار، اللي بيحصل دوت هيدفع القسط بتاعه كام بقى؟ 3000 دولار، 2500 دولار بالمتبقي عليه. وبالتالي الاقساط المتبقيه هي اللي سببت المشكله للشركات والازمه الكبرى. يعني الشركات المحترمه بتحاول قدر المستطاع تعوض في المشاريع الجديده خساره المشاريع القديمه، وتحاول توزن الامر بحيث ان هي ما تعدلش سعرها او ما تغيرش اتفاقها مع العميل اللي باعتها. لكن المشكله برضو انها ممكن قدام شويه باللي بيحصل دوت، وان الحاجه مش لوجيك ومش منطقيه، لازم هتلاقيهم في العقود الجديده بيحطوا بند او بيفكروا بآليه وبيفكروا بطريقه ان هم على الاقل يثبتوا قيمه الاقساط اللي هم اشتروا وقت ما باعوا فيها. يعني وقت ما الناس اشتروا فيها، شركات باعت، تثبيت قيمه الاقساط المتبقيه. اتصور هنلاقي حاجه زي كده هي اللي الناس بتفكر فيها في الفتره القادمه، او يتكتب بند زي نظام اتحاد الملاك اللي هو في حاله الظروف او تغير اسعار المواد الخام بنسبه كذا يتم التعامل مع تغير هذه الاسعار. في شيء معين بيحط ثبات لقيمه المواد الخام للامر دوت، وان هو لو اختلف يتم التعامل مع التغير والاختلاف ده. نهاية احنا بنعيش في موضوع مش بسيط جديد علينا، لان الاسعار زادت بشكل، ريف الانشاءات والمباني زاد بشكل كبير. ده امر واقعي لازم نكون شايفينه. وبالتالي لازم الشركات عشان تلتزم تكون واعية هي بتعمل ايه وبتحسبها صح. بعض الشركات وقفت بيع، وفي بعض الشركات خايفة تبيع، وفي ناس خايفة تشتري. لكن هو ما شك فيه السعر مش هيرجع لظهره، هو السعر هيطلع لقدام. اللي بيحاول يشتري وبيفكر يشتري فيدور على شركة ثقة وتراست يتعامل معاها، واللي اشترى الحمد لله ربنا كرمه، المهم يكون اشترى من شركه ثقه وتراست، فده استثمر قدر المستطاع في فلوسه. اتمنى ان يكون الفيديو دوت وصل لكم شويه او وجهه نظري من الصوره ديت. طيب انا رايي ايه في الامور؟ انا رايي لا ضرر ولا ضرار، ده مبدئي دايما في الحياه، ورايي الامانه والشفافيه. بس يعني اي شركه في الدنيا تيجي تبيع يكون عندها امانه وشفافيه، وتكون عندها الوعي والادراك للي هتعمله. واي مشتري رايح يشتري ما يجريش يا جماعه ورا سعر فقط، يجري ورا سابقه اعمال، قوه شركه، عقد محترم وقانوني يامنه. ارجو ان يكون الفيديو دوت وصل لكم صوره اللي انا كنت عايز اوصل لكم. لو اي حد عنده اي استفسار واي حاجه عايز يعرفها ويفهمها اكتر يبعت لي في اي وقت على قناه جديده كمان خامس. اراكم دائما على الف خير. هنرجع بقى لفيديوهات العيوب، وهتلاقوني بتكلم الفيديو الجاي عن عيوب منطقه اللوتس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.